بطلنا وأخته يمتلكان قدرة يحلم بها الجميع وهي الخلود، إلا أنها هرع تارو نحو الكاميرا ليرى ما حدث، ليصدم عندما نهض ماكوتو فجأة مرة أخرى وأخبره لكنهم في الواقع لم يكونوا سوى وحوش، فقد قتل أعضاء هذه النقابة بطلنا وأخته مرات لا تحصى لاكتساب الخبرة ورفع مستواهم. في أحد الأيام تمكن الشقيقان أخيرا من الهرب، وقرر بطلنا أن يكشف حقيقة هؤلاء المحتالين للعالم ويجعلهم يدفعون ثمن ما فعلوه بهما. تبدأ قصتنا وسط أحداث مشتعلة لتضعنا في قلب معركة حاسمة لا تؤثر على حياة الأبطال فحسب، بل تحدد أيضا مصير الجميع. نرى ملك الشياطين جالسا على عرشه محاطا بمخلوقات غريبة ومرعبة، بينما يقف أحد أبطالنا أمامه. يتضح سريعا أن هذا البطل يدعى سيا وهو مبارز ماهر. في تلك اللحظة تبدأ المعركة ويندفع سيا للأمام مهاجما المخلوقات الغريبة بسيفه، وسرعان ما يثبت براعته الاستثنائية في استخدام السيف، فيتمكن من القضاء على عدد كبير منهم، ثم ينادي على أحد رفاقه للانضمام إلى القتال. يتضح أن هذا الرفيق هو محارب ضخم يدعى شيكارا، ولكن عندما يحاول الاثنان مهاجمة ملك الشياطين معا يتفاجآن برده العنيف، حيث يطلق انفجارا هائلا من النار محذرا إياهم من الغرور، فهم ليسوا سوى كائنات تافهة مقارنة به. في تلك اللحظة تظهر ساحرة تستحضر حاجزا جليدا ضخما لحمايتهم من النيران المشتعلة، وسرعان ما يتضح أن اسمها آية، وهي عضوة في فريق الأبطال. تبتسم وتؤكد لهم أن أحدا منهم لم يصب بخدش واحد يرد سيا، معترفا بأنه مدين لها لإنقاذها له، بينما يعلق شيكارا أنه حتى مع وجود الحاجز فإن الضرر. ولكن قبل أن يكمل كلامه تمتد يدان فجأة نحوهما من الخلف، ويناول صاحبهما سيا وشيكارا جرعات علاجية لمداواة جروحهما، ويتضح أن اسمه تارو. بعد شرب الجرعة يلتفت سيا وشيكارا إلى رفيقهما الخامس ويسألانه إن كان مستعدا للقتال الآن. يتضح أن هذا الرفيق هو قائد الفريق هاروتو، الذي يتقدم فورا لمواجهة ملك الشياطين. يتفاجأ بقوة هاروتو الساحقة بينما تتكشف معركتهما، ثم ينتقل المشهد إلى مكان جديد حيث يحتفل الناس عند سماع أخبار نقابة الصيادين من الرتبة أس المعروفة باسم بايكورين التي نجحت في هزيمة ملك الشياطين. يتضح أن البوابة التي خرجت منها هذه المخلوقات ظلت مفتوحة لما يقرب من 100 عام، مما سمح للوحوش بتهديد حياة البشر طوال تلك الفترة. نشرة الأخبار تعلن عن انتصار أعضاء بياكورين على أحد ملوك الشياطين السبعة، مسلطة الضوء على حجم هذا الإنجاز. بعد ذلك ينتقل المشهد إلى الشوارع حيث تلتقي مراسلة تدعى ساتو بأعضاء بياكورين. يتم استقبال الأبطال بقيادة هاروتو من قبل حشود تهتف احتفالا بنجاحهم، ثم تقترب ساتو لإجراء مقابلة مع الأبطال مهنئة إياهم على انتصارهم على ملك الشياطين. متحدثا باسم فريقه يشكرها هاروتو مؤكدا أن إنجازهم لم يكن ممكنا إلا بفضل الدعم الذي تلقوه من الناس في جميع أنحاء العالم. ثم تسأل ساتو كيف اكتسبوا هذه القوة الهائلة خاصة كصيادين من الرتبة اس، لكن الفريق بأكمله يصمت فجأة كما لو كانوا غير متأكدين من كيفية الرد. لكن هاروتو يستعيد رباطة جأشه بسرعة ويجيب بأن قوتهم هي ببساطة نتيجة تدريبهم اليومي. بالطبع بعد المقابلة يظهر الفريق في مكان مختلف حيث يضحك سيا بسخرية على إجابة هاروتو، معلقا بأن ذكره للتدريب اليومي لم يكن سوى مزحة، ويرد شيكارا ضاحكا أيضا بأن هاروتو لم يكن مخطئا تماما. ثم تتدخل الساحرة آية مؤكدة أنهم بالفعل يتدربون بجد كل يوم. بعد ذلك يبتسم الكيميائي تارو ويعلق بأنه في النهاية هذا هو عملهم ولا مفر منه. يبتسم هاروتو ويخبرهم أن ما يفعلونه ذو أهمية كبيرة، ثم يسألهم إذا كانوا يعتقدون خلاف ذلك، لكنه فجأة ينادي على شخصين مشيرا إليهما بالوحوش. في هذه اللحظة يظهر شخصان مقيدان بالسلاسل إلى الحائط، شاب وفتاة.
سرعان ما يتضح أن الشاب يدعى ماكوتو بينما الفتاة بجانبه هي أخته مينوري. تعابير وجهيهما المنهكة توضح أنهما كانا مسجونين في هذا المكان لفترة طويلة. يقترب هاروتو وبقية الفريق من الشقيقين، وعندما لا يستجيب أي منهما يعلق هاروتو بأن بعض الكائنات يمكن أن تكون عنيدة جدا في بعض الأحيان، ثم يخبر الشقيقين أنه بفضلهما أصبح هو وفريقه أقوى، وأن قوتهم تستمر في الازدياد. بعد ذلك يقترب أكثر معبرا عن امتنانه، وفجأة يوجه ماكوتو ضربة قوية بسيفه. يتفاجأ الجميع عندما يدركون أن هاروتو تمكن من صد هجوم ماكوتو بشكل حاسم ودون تردد. يتضح أنه في عالمهم لا تكتسب القوة والخبرة بمجرد قتال الكائنات العادية. الطريقة الوحيدة للمحارب لرفع مستواه هي بمواجهة مخلوقات معينة، لكن هناك استثناء واحد: هزيمة الكائنات التي لا تموت بشكل طبيعي قد تساهم في زيادة قوة المقاتل. وبالفعل بعد لحظات يستعيد ماكوتو هدوءه وكأن شيئا لم يحدث، ثم يقف هاروتو مبتسما مسرورا بقوته الجديدة والتقدم الذي أحرزه. يمسح هاروتو سيفه لتنظيفه، ويخبر ماكوتو أن قدرتهما على التعافي تمنحهم فرصا لا حدود لها لصقل مهاراتهم. في هذه اللحظة يبدو الشقيقان ماكوتو ومينوري منهكين تماما، غير قادرين على مجاراة خصومهم. ثم يتقدم شيكارا ويبدأ في مهاجمتهما بقوة ساحقة. في لحظة خاطفة يلحق ضررا جسيما بأحدهما دون تردد، ثم تتدخل الساحرة آيا مطلقة موجة قوية من طاقة النار نحو مينوري، مما يضعفها بشكل كبير. بعد بعض الوقت يستعيد الاثنان قوتهما، ويقترب تارو من مينوري مجبرا إياها على خوض تحد جديد لاختبار قدرتها على التحمل. في هذه الأثناء يلتفت سيا نحو شقيقها ماكوتو دافعا إياه إلى أقصى حدوده القتالية. بمجرد أن يصل الجميع إلى المستويات التي كانوا يهدفون إليها يعلن هاروتو أن تدريبهم لهذا اليوم كان ناجحا، لكن يرد شيكارا بأن هذا لا يزال غير كاف، وأنه مصمم على أن يصبح أقوى. تتنهد آيا واصفة إياه بالمهووس بالقوة وتعترف بأنها مرهقة. يضيف سيا أنه هو أيضا قد اكتفى لهذا اليوم ويحتاج إلى بعض الوقت للاسترخاء، لكنهم يلاحظون بعد ذلك تارو جالسا أمام حاسوبه ويبدو عليه القلق. عندما يسأل عما إذا كان هناك شيء يزعجه يكشف أنه كان يواجه صعوبة مؤخرا في جمع المعلومات بنفس الكفاءة التي اعتاد عليها. ينصحه سيا بأن يأخذ الأمور ببساطة، مذكرا إياه بأنه كان يعمل بجد وعليه أن يستمتع قليلا. ثم يلتفت تارو إلى مينوري مقدما لها تحديا جديدا. يشعر بأن كل شيء أصبح متكررا ومملا. يتوقف هاروتو للحظة ويخبرهم أن الأمور أصبحت رتيبة بالنسبة لهم جميعا، ثم ينظر إلى مينوري المقيدة أمامهم متأملا الوضع. بعد لحظة وجيزة يقترب من تارو ويقترح أن هناك شيئا واحدا لم يجربوه بعد، وهو اختبار جانب جديد من قدراتها. ينظر تارو إليه بدهشة وكأنه يسمع فكرة عبقرية، ثم يبتسم ويمدح ذكاؤه. يضيف أن تركيزهم كان دائما على القتال، لكنهم لم يفكروا أبدا في طرق أخرى لتعزيز مهاراتهم. ثم يقترب من الساحرة آيا ويطلب منها استخدام سحرها لمساعدتهم في هذا التحدي الجديد، فتوافق على الفور. تبدأ في ترديد تعويذة لاختبار آثارها، لكن فجأة تظهر مينوري وهي مدركة تماما لما يحدث حولها وما يخططون لفعله. في تلك اللحظة يقاطعهم سيا مقترحا أن يتوقفوا للحظة قبل أن يعلن عن رغبته في الانضمام. تضحك آيا قائلة إن الجميع يستمتع بالتحدي، لكنها تتفاجأ أكثر عندما يطلب منها هاروتو فك قيود ماكوتو. عندما تسأله عن السبب يبتسم ويجيب بتهكم أن مشاهدة أخته تمر بكل هذا دون أن يتمكن من التدخل أمر مثير للاهتمام. يواصل هاروتو القول بأن هذا سيكون عرضا مثيرا للغاية. تنفذ آيا أوامره، وفجأة يجد ماكوتو نفسه متحررا من القيود التي كانت تكبله. في اللحظة التي يشعر فيها أخيرا بحريته يرى أخته وهي تؤخذ بعيدا.
يحاول النهوض بسرعة واللحاق بهم، صارخا بهم ليتوقفوا، لكن قبل أن يتمكن من التحرك تستخدم آية سحرها لتقييده، مانعت إياه من التقدم. يقف هاروت ضاحكا بسخرية من ماكوتو ويخبره أنه الليلة سيشاهد العرض من منظور مختلف، موضحا أن السحر المقدس على عكس النار أو الهجمات الأخرى له تأثير فريد، ويضيف أن القيود التي يعاني منها الآن تمنعه من استعادة قوته. يصرخ ماكوتو الذي يغمره الإحباط والغضب بأنه لن يغفر لهم أبدا وسيجد طريقة لإنهاء كل هذا، لكن قبل أن يكمل جملته يسقط سيف هاروت صريعا مما يجعله غير قادر على الكلام. يقف هاروت فوقه ويخبره أنه من الأفضل له أن يبقى صامتا، فالليلة ليست ليلة للكلام بل للمشاهدة. ثم يضيف أنه إذا أراد ماكوتو أن يلوم أحدا فعليه أن يلوم مصيره. يشعر ماكوتو بالعجز التام وهو يشاهد ما يحدث لأخته، ويسمع هاروت يخبر تارو أن عليهما المغادرة الآن لأن أمامهما يوم حافل بما في ذلك اجتماعات مهمة في الخارج. يرد تارو قائلا إنه يحتاج أيضا إلى العودة للاهتمام ببعض الأعمال غير المكتملة. يضحك هاروت وهو يغادر الزنزانة مازحا معه لكونه الوحيد القلق بشأن هذه الأمور. يرد تارو بأن لكل شخص طريقته في التفكير، ثم يضيف أنهم لم يضعوا أي قيود جديدة على الشقيقين. يرد هاروت بأنه إذا أيقظوا آية الآن فستكون غاضبة، وعلى أي حال لن يتمكن من الهروب من هذا المكان بسهولة، لكنه يأمر تارو بالتأكد من أن الزنزانة مغلقة بإحكام. بعد ذلك يرى ماكوتو ملقى على الأرض لا يزال مقيدا بالسحر الذي يمنعه من الحركة. يشعر بألم شديد وفجأة يشعر بيد تسحب السيف من جسده فيزداد الألم مع إزالته، ويدرك أنها كانت أخته مينوري من فعلت ذلك، لكنه يصدم أكثر عندما يراها تأخذ السيف وتضعه على جسدها. يصرخ بها أن تتوقف وألا تؤذي نفسها، لكن مينوري في حالة من الكرب الشديد، تشعر بالانهيار من كل ما تحملته، تكافح لمقاومة مشاعرها مرددة أنها لم تعد تستطيع التحمل. ثم تتوسل إلى أخيها الأكبر ماكوتو أن يجد طريقة لإنهاء المعاناة التي تعيشها. في تلك اللحظة يتذكر ماكوتو كلمات هاروت عن الألم الذي يشعر به بسبب توقف تجدده، ويدرك أنه قد تكون هناك طريقة لتحرير أخته من عذابها. يطلب منها استخدام السلاح لقطع ذراعه معتقدا أن هذا قد يكون الحل. تأخذ مينوري السلاح بتردد لتنفيذ الطلبة، لكنها تتردد وتخبره بأنها لا تستطيع إيذاؤه وتعتذر لعدم قدرتها على فعل ذلك، لكنه يطمئنها موضحا أن أجسادهما ككائنات خالدة لا تتجدد إلا عند تعرضها لضرر مميت، ويحثها على المتابعة وتنفيذ طلبه. تتردد للحظة قبل أن تقطع ذراعه أخيرا وهي غارقة في ألم عاطفي عميق، وتعتذر مرة أخرى لإلحاقها مثل هذه المعاناة به. يخبرها ماكوتو أنها تفعل الصواب، ثم يطلب منها أن تضرب قلبه بعد ذلك، مؤكدا لها أن هذا سيسمح له بالعودة أقوى. مدفوعة بيأسها لاستعادة أخيها تجبر مينوري نفسها على المتابعة. طاعنت قلبه بالسلاح، لكن في تلك اللحظة تغمر فجأة موجة طوية من الطاقة المنبعثة من جسده، وتصدم أكثر عندما يظهر إشعار يشير إلى أن مستواها قد ارتفع. في تلك اللحظة يكون ماكوتو قد استعاد جسده بالكامل ويقف مرة أخرى. تسأله مينوري التي لا تزال مذهولة عن سبب ارتفاع مستواها. عندها يفهم ماكوتو أخيرا ما حدث. تدرك مينوري أيضا ما يعنيه هذا، وتسأل شقيقها إذا كان يدرك ما تفكر فيه الآن، لكن ماكوتو لا يوافق على أفكارها ويخبرها أنها لا تستطيع فعل ذلك، لكنها توضح أنها لا تفكر في أن يقتلها هو، بل أنه سيستخدمها هو لقتلهم. ثم تخبره أنه يجب عليهما الانتقام منهم جميعا على ما فعلوه. يتردد ماكوتو في البداية، ولكن عندما يتذكر كل ما تحمله هو وأخته للتو يقرر المضي قدما في خطتها ويخبرها أنهما سينفذانها على الفور. وهكذا يتناوب الشقيقان على قتل بعضهما البعض بشكل متكرر.
أولا يقتل ماكوتو مينوري، ثم تقتل مينوري ماكوتو في الجولة التالية. يستمران في هذه الدورة مرارا وتكرارا دون توقف، ويكتسبان قوة هائلة من خلال الألم والمعاناة التي يتحملانها، كل ذلك سعيا للانتقام. ثم تعود القصة إلى بداية فريق هاروتو في نقابة باياكورين، حيث كان تارو معروفا في ذلك الوقت كعضو من الرتبة اسم مسؤول عن حمل معدات الفريق. كان معروفا بشخصيته الهادئة، وكثيرا ما كان يعتبر جبانا، لكن أولئك الذين عرفوه وتفاعلوا معه أدركوا أنه كان شخصا غامضا يصعب فهمه. قبل 3 سنوات من الأحداث الحالية، كان تارو في النقابة يثبت مخلوقا على طاولة تشريح بينما كان يستعد لفحص جسده. في تلك اللحظة دخل هاروتو وعلق بأن تارو كان مخلصا حقا لعمله. تفاجأ تارو أن هاروتو جاء إليه فقط ليقول ذلك، لكن هاروتو استمر قائلا إن عمله كان رائعا. ثم سأل تارو عما إذا كان مهتما بتشريح شيء أكثر إثارة للاهتمام. مفتونا بكلمات هاروتو، تبعه تارو إلى غرفة منعزلة في النقابة، واحدة نادرا ما يدخلها الآخرون. قبل الدخول كان هاروتو قد جمع الفريق بأكمله وسألهم إذا كانوا يرغبون في الشهرة والمجد. لم يفهموا ما كان يعنيه بذلك، لذا أوضح هاروتو أنه من هذه اللحظة فصاعدا ستتاح لهم الفرصة للظهور تحت الأضواء وإثبات وجودهم. ثم تابع قائلا إن المستقبل أمامهم مفتوح ومليء بمجد لم يبلغه أي إنسان من قبل، لكنه أضاف أن شرط تحقيق هذا هو أن يكونوا محاصرين في الظلام دون أي وسيلة للهروب منه مرة أخرى. ثم بعد كشف هذه الحقيقة سألهم إذا كانوا لا يزالون يرغبون في البقاء معه واختيار طريق المجد الذي كان يعرضه. أجاب شيكارا على الفور قائلا إنهم جميعا معه بلا شك وأنهم يتشاركون نفس الهدف. أكد سيا كلمات شيكارا معبرا عن موافقته، ثم فتح هاروتو بابا يؤدي إلى درج ينزل تحت الغرفة التي كانوا فيها، آمرا إياهم باتباعه. أكد لهم أنه سيقودهم إلى مستقبل مليء بالشهرة والتقدير. دون تردد قاد هاروتو الطريق إلى الأسفل والجميع يتبعه. اعترف تارو بأنه لم يكن يعلم بوجود مثل هذا المكان، تكهن شيكارا بأن هذا المكان تحت الأرض كان يستخدم على الأرجح من قبل النقابة في الماضي لسجن أعدائها ومن يعارضها. ثم فتح هاروتو بابا آخر، بابا إلكترونيا لا يمكن فتحه إلا باستخدام بصمات أصابعه الخمسة. وقف الآخرون خلفه لا يزالون غير متأكدين مما سيعرضه عليهم. في اللحظة التي فتح فيها الباب قدم لهم هاروتو ماكوتو وأخته مينوري، كاشفا أنه قد خطفهما وقيدهما داخل هذه الغرفة. صدم الفريق بأكمله عند رؤية الأسيرين، عبروا فورا عن مخاوفهم قائلين لهاروتو إن هذه ليست فكرة جيدة على الإطلاق. لكن هاروتو طمأنهم وحثهم على عدم القلق، ثم أوضح أنه على الرغم من أن ماكوتو ومينوري قد يشبهان البشر، إلا أن دماءهما مختلفة تماما. اقترب من الشقيقين الأسيرين وكشف أنهما من عشيرة الخالدين، وهي مجموعة كان يعتقد أنها انقرضت. فجأة سحب سيفه وضرب ماكوتو شاقا نصف وجهه دون أي تردد أو اعتبار له كشخص. ثم أخبر الآخرين أن جسد ماكوتو سيتجدد الآن، الجزء المتضرر. سأله الفريق المذهول عما إذا كانت عشيرة الخالدين التي كان يعتقد أنها هلكت لا تزال موجودة. كانوا مفتونين بهذا الكشف، لكنهم لم يفهموا كيف يرتبط هذا بالمجد الذي كان يتحدث عنه هاروتو. رفع هاروتو هاتفه وطلب منهم إلقاء نظرة، ثم أوضح أن التطبيق الذي كان يشغله على الجهاز هو تطبيق لقياس المستوى، وهو شيء كان موجودا منذ وقت انضمامه إلى النقابة. يصنف التطبيق رتبة العضو بناء على قوته الجسدية وقوته السحرية، مما يسمح لهم بمقاتلة المخلوقات الشرسة. ثم يشرح أن هذه النقابة مصنفة في الرتبة A، مما يعني أنه إذا كان مستوى العضو أقل من 20 فلا يمكنهم الانضمام. لكن ما يفاجئ أعضاء الفريق هو أن مستوى هاروتو قد وصل الآن إلى 50. يواصل هاروتو شرحه بأن الطريقة المعتادة لزيادة المستوى هي بقتال وهزيمة الوحوش، لكن هذا خطير، فإذا لم يكن المقاتل حذرا بما فيه الكفاية فقد يفقد حياته. ثم يوضح
أنهم يستطيعون استخدام هذين الشخصين لهذا الغرض. في تلك اللحظة تطعن ماينوري في بطنها بسيف، يخترق النصل جسدها أمام أعينهم، ثم يخبرهم أنهم يستطيعون الآن رفع مستوياتهم بسهولة. أول من يتحمس لهذا الكشف هو تارو الذي يصيح لهاروتو كم هو أمر مدهش، ثم يخرج سكينا من جيبه ويقترب من مينوري معبرا عن حماسه الشديد لفهم بنية الجسم البشري ونقاط ضعفه. يطعن مينوري بسكين ويسألها عن شعورها قبل أن يواصل طعنها بجنون في أجزاء مختلفة من جسدها مرارا وتكرارا، سائلا إياها عن إحساس جسدها. وهو يتمزق بعد ذلك يدرك أن مستواه قد ارتفع بالفعل، مما يملأه بفرحة غامرة. ثم يقترب من مينوري مرة أخرى ويزيل العصابة عن عينيها ووجهها، ويعبر عن إعجابه بجمالها وسعادته البالغة، ثم يطلب منها أن تخبره المزيد عن نفسها. بعد ذلك يستأنف تمزيق جسدها بحماس محموم، متسائلا عما إذا كانت ستنجو إذا تم تسميمها أو تخديرها، أو إذا تم فصل دماغها. يتساءل أيضا عن المدة التي يمكن أن تظل فيها على قيد الحياة إذا قدمت أعضاؤها كطعام للحشرات. عند مشاهدة هذا المشهد يعلق سيا للشقيقين بأنهما يشبهان حقا الوحوش الخالدة، ثم يبتسم هو وبقية الفريق متفقين على أنه بما أنهما ليس بشرا فإن معاملتهما بهذه الطريقة مقبولة. في هذه الأثناء يراقبهم هاروتو مستمتعا بالتعذيب الوحشي الذي يتعرض له الشقيقان، مشجعا فريقه بالقول إنهم يقومون بعمل رائع. ثم يلتفت إلى ماكوتو وماينوري ويخبرهما أن التعامل معهما سهل وأن فائدتهما ستعود بالنفع الكبير على الفريق. بالعودة إلى الحاضر، هذا هو اليوم الذي يغادر فيه الفريق لإجراء المقابلات التي ذكرها هاروتو. في المطار يرتدي شيكارا بدلة رسمية معبرا عن دهشته لكونه جزءا من هذه المقابلة. ترد آية بسؤالها عما إذا كان الأفراد مفتول العضلات مثله يشعرون بعدم الارتياح عند ارتداء البدلات الرسمية. في هذه الأثناء ينشغل سيا بمراقبة كل شيء حوله ويسأل عن مكان تارو. يجيب هاروتو بأنه بالتأكيد مع عروسه الدمية ويريد مواصلة تجربته الجديدة. يعلق سيا بأنه يبدو مليئا بالطاقة. لاحقا في مبنى النقابة عاد تارو لاستئناف ما كان يفعله. يدخل زنزانته ضاحكا بحماس، يفتح الباب ويخاطب مينوري قائلا إنه وصل أخيرا وأنه جاء ليرى عروسه الدمية. يعتذر ليتركها وحدها، لكنه فجأة يرى ماكوتو يحمل سلاحا ويستخدمه لقتل أخته مينوري. في هذه اللحظة يتضح أنهما كانا ينفذان هذه العملية منذ الليلة السابقة. يصرخ تارو سائلا عما يفعله ومتوسلا إليه ألا يقتل عروسه الدمية، ثم يضيف أنها إذا ماتت فإن النتيجة المحتملة للتجربة التي أجريت عليها بالأمس قد تضيع، مشيرا إلى الحمل الذي ذكره هاروتو في ذلك الوقت. لكن فجأة يقف الشقيقان على أقدامهما أمامه، مما يتركه في حالة صدمة من حالتهما الحالية. في الليلة السابقة كان في حالة ضعف شديد، لكنهما الآن مختلفان تماما. يتضح أنه عندما يهزم مقاتل مخلوقا ذا قوة مساوية أو أقل فإنه يكتسب خبرة محدودة فقط، لكن إذا كان المخلوق المهزوم أقوى من المقاتل فإن مستوى خبرته يزداد بشكل كبير وسريع. بما أن الشقيقين استمرا في قتل بعضهما البعض بشكل متكرر، فقد تجاوز كل منهما مستوى الآخر مع كل دورة، مما أدى إلى ارتفاع مستوياتهما بشكل كبير. هذه الزيادة السريعة في القوة هي ما تسبب في تحول أجسادهما وعضلاتهما في مثل هذا الوقت القصير. في تلك اللحظة بينما بدأ تارو يستوعب ما كان يشهده، سيطر عليه الخوف وتراجع إلى الوراء محاولا مغادرة الغرفة، غير قادر تماما على فهم ما حدث لهذين المخلوقين. استمر في التراجع حتى وصل إلى الدرج وهو يتمتم بأنه يجب فعل شيء ما على الفور، ثم التفت نحوهما وصرح بأنه لا يفهم كيف تحررا واتخذ هذا الشكل، لكنه حذرهما من أن الهروب ليس خيارا. ظل يتراجع حتى وصل إلى مفتاح مكتوب عليه خطر، فضغط بسرعة. في تلك اللحظة
فتح باب آخر كاشفا عن وحش ضخم يقف بجانبه. أخبرهم تارو أنه ليس لديهما فرصة للهروب، وأنه هو والكاميرا سيقتلانهما مرة أخرى. ثم تبين أن الكاميرا الذي يفترض أنه لطيف والذي كان ينوي إطعامه كان هو المخلوق نفسه الذي كان يعذب ماكوتو ومينوري. لكن ماكوتو ومينوري لم يظهرن أي خوف. بدلا من ذلك قرر أن الوقت قد حان للانتقام لكل ما عانياه على أيدي هذه الوحوش. تقدم ماكوتو واقفا أمام الوحش، بينما وقف تارو خلفه يوجهه نحو ماكوتو ومينوري في محاولة لتخويفهما. ثم طمأن ماكوتو أخته طالبا منها ألا تقلق، وأخبرها أن تبتعد عن الكاميرا، واعدا بأنه سيتولى كل شيء بنفسه. عند سماع هذا انفجر تارو في ضحك عال، وسأل بسخرية عما إذا كان ماكوتو يفهم حقا الموقف الذي هم فيه ليقول مثل هذه الكلمات. ثم أضاف أن ماكوتو يواجهه بمفرده بينما الكاميرا بجانبه، مما يعني أنه لا فرصة لماكوتو بالفوز على الإطلاق. في تلك اللحظة ازداد غضب الكاميرا، مما دفع تارو إلى تهدئته، مؤكدا له أن ماكوتو ليس سوى وجبة طعام، وطمأنه بأنه سيوفر له الكثير من الطعام الجيد. ثم التفت إلى ماكوتو ومينوري قائلا إنهما مجرد طعام، وأنه من الأفضل لهما أن يظلا مقيدين بصمت ويقدما نقاط خبرتهما لرفع مستواهم. بعد ذلك ضحك ونظر إلى مينوري قائلا إنه يمكنهم الاستمتاع أكثر بجعلها تتزاوج مع الكاميرا. تعمقت صدمة مينوري وهو يعبر عن فضوله حول نوع النسل الذي سينتج عن الاتحاد بين الكاميرا وعضو من قبيلة الخالدين. في تلك اللحظة وضع ماكوتو حاجزا بين مينوري والآخرين، محدقا في تارو بغضب شديد معلنا أنه سيقتله. لكن تارو ضحك بهستيريا مرة أخرى، متحد ماكوتو أن يحاول، مضيفا أن ماكوتو ليس سوى طعام بالنسبة لهم. في تلك اللحظة بلغ غضب الكاميرا ذروته، وانقضى على ماكوتو بسرعة لا تصدق، أسقطه أرضا، كاشفا أن ذيله كان في الواقع ثعبانا ضخما. تفاجأ ماكوتو بقوة الكاميرا الهائلة وسرعته المذهلة التي لم يتوقعها. فجأة ظهرت أيد تحمل سكينا وطعنته في جسده في هجوم دبره تارو، الذي كان يستخدم نفس القدرة التي استخدمها سابقا لتقديم العلاج لسيا وشيكارا، لكنه لم يستطع رؤية ماكوتو بوضوح، لذا كان يطعن باستخدام تقنية انتقال آني جزئي، محذرا إياه من محاولة الهروب. تبين حينها أنه عندما يرتفع مستوى الشخص قد يكتسب مهارات فريدة. هذه المهارات تختلف من شخص لآخر بناء على دوره القتالي وخبرته وأصله. بما أن تارو كان مسؤولا عن مهام مختلفة، فقد اكتسب قدرات متعددة، بما في ذلك التحكم في العناصر وعلم الأدوية وتدريب الوحوش والاغتيال. والقدرة التي كان يستخدمها الآن هي إنشاء بوابات بين موقعين منفصلين، وهي ليست مفيدة فقط لنقل الأشياء بل أيضا للاغتيالات، مما يجعلها مهارة نادرة بفضل البراعة القتالية التي اكتسبها من هزيمة ملك الشياطين. أصبح يمتلك الآن القوة للتأهل لنقابة من الرتبة S. وجد ماكوتو نفسه محاصرا بين الكاميرا من جهة وهجمات تارو غير المرئية من جهة أخرى. فجأة التف ذيل الكاميرا الشبيه بالثعبان حول ساق ماكوتو ورفعه رأسا على عقب في الهواء، بينما في نفس اللحظة قطع تارو كلتا ذراعيه، ثم هاجمه الكاميرا بمخالبه الضخمة التي بدت هائلة مقارنة بحجم جسد ماكوتو. ضحك تارو مرة أخرى وسخر من ماكوتو قائلا إنه بغض النظر عن مدى ارتفاع مستواه فإنه سيظل دائما ضعيفا بقدرة تجدد بسيطة، لا أكثر من كونه مصدر طعام لمساعدتهم على النمو واكتساب المزيد من الخبرة. في تلك اللحظة وقفت مينوري تشاهد الأحداث تتكشف، مليئة بالخوف على أخيها وهو يواجه كلا من الكاميرا الوحشي وتارو المختل. بلغ غضب الكاميرا ذروته عندما أخبر تارو ماكوتو أن النجاة الآن مستحيلة، ثم أمر الكاميرا باتهامه. في اللحظة التي أعطى فيها تارو الأمر، انقض الكاميرا على ماكوتو وبدأ في مهاجمته، لكن بعد اتهام جزء من جسد ماكوتو
لاحظ تارو أن كيميرا بدا مرهقا وسرعان ما توقف عن الأكل، وبعد لحظات صعق لرؤيته ينهار على الأرض. كانت مادة خضراء تتسرب من فمه وجسده ملقى بلا حراك بجانب ماكوتو الذي كان غارقا في بركة من الدماء. هرع تارو نحو كيميرا ليرى ما حدث، لكنه صدم عندما نهض ماكوتو فجأة مرة أخرى وأخبره أنه كان يحاول تجنب هذه النتيجة، ولكن لم يعد هناك خيار آخر. حينها أدرك تارو أن ماكوتو قد جدد أطرافه وأجزاء جسده التي قطعت أو اتهمت، ثم أبلغ تارو أنه هو من قتل الكيميرا. غارقا في الغضب والحزن على وحشها الحبيب، هاجم تارو في نوبة غضب عمياء، طاعنا ماكوتو بشكل متكرر وهو يصرخ به أن يموت. لكن ماكوتو أخبره بهدوء: إذا فقدت الكثير من الدم ستموت. تجمد تارو في حيرة من كلماته. عندها لاحظ جرحا في يده مغطى بنفس المادة الخضراء التي رآها تتساقط من فم الكيميرا قبل أن يموت. فجأة انهار على الأرض أمام ماكوتو وهو يصرخ من الألم ويصيح بأن جسده يحترق. في تلك اللحظة اتضح أنه مع ارتفاع مستوى ماكوتو اكتسب مهارة جديدة: غرس السم. هذه القدرة حولت جسده إلى سم قاتل. ثم أخبر تارو أن دمه بالذات قد أصبح السم القاتل الذي يلتهمه الآن. لكن تارو رفض تصديق ذلك، مصرا على أن أعضاء قبيلتهم لا يمكنهم اكتساب قدرات إضافية بخلاف التجدد دون تدريب مكثف. لكن ماكوتو أخبره أنه لم يكن بحاجة إلى تدريب قط، مذكرا إياه بأنه قد سمم من قبله مئات المرات من قبل. ثم أمسك بسكين تارو وأحدث جرحا في يده وترك دمه يقطر على تارو، قائلا له إنه ببساطة يعيد له السم الذي ألحق به ذات مرة. بعد ذلك وجه له ركلة قوية، مرسلا تارو ليطير عبر الغرفة. اقترب منه ماكوتو وصرح بأنهم سرقوا الحياة الهادئة التي كان يتمتع بها ذات يوم، ولم يوقف أحد ما كانوا يفعلونه به على الرغم من صرخات ألمه. ثم أضاف أنه لم يكن الوحيد الذي عانى، فأخته الصغرى مينوري كانت أيضا ضحية، وبذلك وجه اللكمة قوية إلى بطن تارو. عند هذه النقطة كان تارو في حالة يرثى لها، على وشك الموت، وبدأ يتوسل للمساعدة بأنفاسه الأخيرة. لكن في تلك اللحظة استخدم ماكوتو قدرته على التجدد لشفاء جروح تارو وإبقائه على قيد الحياة. صدم تارو عندما أدرك أن ماكوتو قد أنقذه وسأله لماذا فعل ذلك. أخبره ماكوتو ببساطة أن السبب يجب أن يكون واضحا، ثم تابع قائلا إن معاناة تارو وجراحه لم تشبع غليله بعد، فالنار بداخله لا تزال مشتعلة. وأضاف أنه تساءل دائما كيف شعروا عندما كانوا يقطعون جسده قطعة قطعة بسكين، والآن سيجعل تارو يختبر الإجابة بنفسه. سيعلمه معنى الكارمة. ثم ينتقل المشهد إلى هاروتو وفريقه وهم يعودون إلى مبنى النقابة يمزحون بسخرية حول ما قد يكون تارو قد فعله بلعبته. ثم أمر هاروتو سيا بالذهاب والبحث عن تارو، فقد تأخر الوقت ولم يحتفلوا بعد بانتصارهم على ملك الشياطين. دخل سيا المبنى ونادى على تارو، لكن عندما وصل إلى مكان الحادث رأى جثة الكيميرا الهامدة ملقاة على الأرض والدماء متناثرة في كل مكان. نادى على تارو مرة أخرى سائلا عما حدث، لكن لم يأتي أي رد. فجأة وقعت عيناه على شيء جعله يتجمد في مكانه، غارقا في الرعب وعدم التصديق. تبين حينها أنه رأى جثة تارو المشوهة الملطخة بالدماء معلقة في نفس الزنزانة التي سجن فيها ماكوتو ومينوري ذات مرة، والدماء تقطر تحت قدميه. يعود المشهد إلى الماضي كاشفا أن شيكارا كان في السابق محاربا من الرتبة أس متخصصا في فنون القتال، ويعتبر من أقوى المقاتلين في نقابة باياكورين. كان معروفا بشغفه الشديد واستعداده للمخاطرة بحياته والتضحية بنفسه من أجل رفاقه في النقابة. لكن أولئك الذين عرفوه جيدا كانوا على دراية بطبيعته الماكرة التي كان من الصعب فهمها. كان موضع إعجاب أقرانه الذين كانوا يتمنون بلوغ قوته وامتلاك بنية جسدية قوية مثل بنيته، لكنهم أدركوا أنه مهما فعلوا فلن يتمكنوا أبدا من الوصول إلى مستواه أو تطوير جسد هائل مثل جسده.
في إحدى المرات سمعهم شيكارا يناقشون أمره، وأخبرهم أن بنيته العضلية هي نتيجة التدريب المستمر، مشجعا إياهم على مواصلة العمل الجاد. ثم ابتعد بينما كانوا جميعا معجبين به، متعهدين باتباع نصيحته. شعر شيكارا بالرضا وهو يعلم أنهم يتخذونه قدوة لهم، يرونه قدوة لهم، وكثيرا ما يعبرون عن رغبتهم في أن يصبحوا أبطالا مثله. ولكن يكشف أنه قبل عام واحد كان يستمتع بشدة بتعذيب ماكوتو ومينوري، معتقدا أنه أي تدريب يؤتي نتائج سريعة وملموسة هو الأكثر فعالية. لهذا السبب استمر في قتلهما بوحشية متزايدة في كل مرة، مقتنعا بأن هذه هي الطريقة المثلى للتدريب. كان يضحك بسخرية وهو يعذب مينوري، قائلا إن اكتساب المزيد من القوة بمجرد قتل وحوش مثلهم لا يستطيعون حتى الدفاع عن أنفسهم كان سهلا بشكل سخيف. وهكذا أصر على إعدامهم بأساليب وحشية لرفع مستواه وزيادة قوته الجسدية. ولكن مع مرور الوقت أصبح محبطا، لأن التقدم من مستوى إلى آخر كان يستغرق وقتا أطول من ذي قبل، على الرغم من أنه يعترف بذلك كأثر طبيعي لقوته المتزايدة. أثناء تعذيبه لماكوتو وقتله بشكل متكرر، شعر بالملل لأن ماكوتو لم يكن قادرا على المقاومة، مما جعل العملية أقل تسلية، على الرغم من أنه ضربه بعنف وطالب بأي رد فعل لإرضاء غروره. ظل ماكوتو صامتا، دفع هذا شيكارا إلى اللجوء لأساليب أكثر وحشية وقسوة، لأنه أراد سماع صرخات ماكوتو وأخته، وبالفعل صعد من قسوته فضربهما وأعدمهما بأبشع الطرق التي يمكن تخيلها، شاعرا برضا ملتوي. بدأ يعد الأضلاع التي كسرها في ذلك اليوم ليصل إلى إجمالي 100 كسر في جلسة واحدة. ثم التفت إلى مينوري مرة أخرى، آمرا إياها بالصراخ بصوت أعلى بينما استمر في كسر عظامها، مطالبا بأن تكون صرخاتها ممتعة له ليستمتع بها. ومع تكثيفه لتعذيبها مزق جسدها بلا رحمة، مجبرا مينوري على الصراخ بأعلى صوتها، مما جلب لشيكارا متعة هائلة. استمر في تعذيب الشقيقين في حضور بعضهما البعض، وفي النهاية أمرهما بتقديم عرض له قبل أن يغادر. يعود المشهد إلى الحاضر، حيث يرى شيكارا وهو يرفع الأثقال مستعرضا قوته أمام رفاقه، وفجأة يندفع شيئا ليخبره أن شيئا فظيعا قد حدث. نهض شيكارا على الفور، وأسرعت المجموعة معا إلى الزنزانة، حيث واجهوا مشهدا مروعا لتارو معلقا وجسده مغطى بالجروح والدم يقطر من كل شبر فيه. طالب هاروتو بمعرفة مكان الشقيقين، فأجاب شيا بأنه ليس لديه أي فكرة، فعندما وصل إلى المكان لم يكن أي منهما هناك. ثم التفت إلى هاروتو وأضاف أنه إذا تم الكشف عن أفعالهم فستكون فضيحة عالمية. في هذه الأثناء بدأ شيكارا بالصراخ مناديا تارو وحاثا إياه على البقاء حيا وعدم الموت. في تلك اللحظة وقعت عيناه على حاسوب تارو المحمول الذي كان لا يزال يعمل. عندما اقترب ونظر إلى الشاشة اكتشف أن كل ما حدث لتارو قد تم تسجيله. غمرته المشاعر واشتعل غضبا. التفت إلى بقية الفريق معلنا أن الشقيقين قد أخضعا تارو لهذا التعذيب المروع، وأنه يجب عليهم الانتقام وقتلهما. ولكن في اللحظة التالية صدم الفريق بأكمله عندما رأوا هاروتو يسحب سيفه ويوجهه نحو تارو. صرخوا جميعا ليوقفوه، لكن صدمتهم تعمقت وهم يشاهدونه يضرب، قاطعا عنق رفيقهم بضربة واحدة حاسمة، منهيا حياته على الفور. تقدم شيكارا نحو هاروتو وأمسك به مطالبا بتفسير لما فعله للتو، مؤكدا أن تارو لم يعد لديه أي فرصة للشفاء أو العودة إليهم. في تلك اللحظة أخبره هاروتو أن إبقاء تارو حيا كان سيعني فقط إطالة معاناته. عندما حاول شيكارا المجادلة دعم شيا قرار هاروتو، موضحا أن تارو في حالته الحالية لم يكن لديه أي فرصة للنجاة. ثم أضافت الساحرة آيا
بحزن أن تارو قد تحمل تعذيبا وحشيا، وأنه حتى بالسحر لم تكن لتتمكن من إنقاذه. انهار شيكارا حينها حزنا، يبكي ويصرخ متوعدا بقتل ماكوتو ومينوري انتقاما. أما هاروتو فبعد أن قطع رأس رفيقهم وقف في حالة ذهول صامتا لا يستجيب، بينما ناداه شيان باسمه عدة مرات. عندما استجاب له أخيرا سأل ببساطة عن سبب مناداته، لكن شيان صار في الأمر قائلا إنه لا شيء، وصمت. ثم خاطب هاروتو فريقه قائلا إن الوقت قد حان للإعلان عن وفاة البطل تارو الذي حمى العالم. سأل شيا عما إذا كان ينبغي عليهم ترتيب جنازة أولا، لكن هاروتو رفض مصرا على أنهم سيذيعون خبر وفاته على الفور. ينتقل المشهد إلى ماكوتو ومينوري وهما يهربان من مبنى النقابة، يركضان عبر الغابة في محاولة للبقاء مختبئين على الرغم من قوتهما والمستويات التي وصلا إليها. كانت مينوري لا تزال ضعيفة بسبب الفترة الطويلة التي قضتها مكبلة وتتعرض للتعذيب، مما تسبب في انهيارها. عاجزة عن مواصلة الركض، طمأنها ماكوتو بأنه لا داعي لأن تضغط على نفسها كثيرا، ونصحها بالجلوس والراحة لبعض الوقت. جلسا كلاهما تغمرهما الفرحة لهروبهما. أخيرا غارقة في مشاعرها قالت مينوري إنهما تحررا أخيرا من الجحيم الذي عانياه لفترة طويلة. ثم بدأت في البكاء مع عودة ذكريات معاناتهما، مما دفع ماكوتو إلى مواساتها قائلا لها إن كل شيء قد انتهى الآن، وأنه من هذه اللحظة فصاعدا سيكون قادرا على حمايتها كما يجب. بعد فترة قصيرة غلب الإرهاق مينوري ونامت مسندة رأسها على حجر أخيها. أدرك ماكوتو كم كانت منهكة، ومع ذلك لم يستطع إلا أن يشعر بالقلق، غير متأكد متى سيقرر هؤلاء الوحوش ملاحقتهم مرة أخرى أو كيف سيتعقبونهم. لهذا السبب علم أنه لا يستطيع النوم. كان عليه أن يظل يقظا ويحرس، لكن الإرهاق كان يثقل كاهله. في النهاية استسلموا للنوم، لكن بعد فترة قصيرة أيقظت حركة غريبة حولهم. فتح عينيه فرأى أشكالا تتحرك في المنطقة. نهض بسرعة محاولا تحديد ما إذا كان هناك خطر يقترب، وتقدم بحذر للحصول على رؤية أوضح. ملأت طاقة شريرة قوية الهواء، مما جعله يقرر ترك مينوري نائمة حيث كانت، فهذا سيكون أكثر أمانا لها. بينما استطلع الوضع بنفسه تحرك بسرعة وحذر متجها نحو مصدر الطاقة المشؤومة. من غصن عال في إحدى الأشجار لمح موقعا معينا بدن أنه مصدر الهالة الخبيثة. كان يعلم أن فرص اكتشافه كانت عالية، ولكن قبل أن يتمكن من الرد تعرض فجأة لكم مين من الخلف من أحد الأشكال التي رآها سابقا، والذي غرس سكينا في رقبته. سقط ماكوتو على الفور من الشجرة بسبب قوة الطعنة، ووجد نفسه محاطا بمجموعة من المقاتلين. كان سلوكهم العدواني واضحا بينما بدأوا يضيقون الخناق عليه. في تلك اللحظة سألهم ماكوتو منهم، لم يجب أحد، لكن أحدهم قال: هذا هو الرجل الذي نبحث عنه. وأضاف آخر: المرأة التي ذكروها ليست معه، القبض عليه وحده يساوي 500 مليون، هذا أكثر من كاف. ثم صرحت الساحرة التي بينهم أنهم بحاجة لإنهاء المهمة بسرعة قبل إلقاء تعويذة لتعزيز قوة جميع الرجال معها. مع انتشار سحرها تلقت المجموعة بأكملها دفعة قوية، مما زاد من عدوانيتهم وهم يستعدون لمهاجمة ماكوتو. تقدم أحدهم وهو يحمل هراوة ضخمة ووجه ضربة قوية إلى رأس ماكوتو، ثم واصل ضربه بشكل متكرر لضمان وفاته. ومع ذلك صدموا جميعا عندما بدأ ماكوتو يتحرك مرة أخرى، لا يزال حيا على الرغم من الضرب المبرح الذي تعرض له للتو. كان عدم تصديقهم واضحا، خاصة على وجه الساحرة، حيث كانت متأكدة من أنه قد هلك بعد الضربات المدمرة التي تلقاها. وقف ماكوتو مرة أخرى مثبتا قدميه بقوة على الأرض، ألقى نظرة على من يحيطون به وسألهم عما إذا كانوا يعملون لصالح أعضاء نقابة بياكوران. عندما لم يستجب أحد قال ببساطة إن هوياتهم لا تهمه. فجأة باغت الرجل الضخم الذي ضربه سابقا على حين غرة مسددا لكمة قوية أطاحت به أرضا وسط تعابير الذهول على وجوه بقية المجموعة.
أعلن بصوت حازم أن أي شخص يكن له نوايا سيئة هو عدوه. في تلك اللحظة هجم عليه مهاجمان في وقت واحد، وتمكن أحدهما من قطع ذراعه بسيف، متوقفا بعد ذلك ليضحك ويتباهى بإنجازه. لكن ماكوتو أمسك على الفور بذراعه المقطوعة، ثم في استعراض مذهل للقوة استخدمها كسلاح ليضرب أحد مهاجميه بقوة مدمرة، تاركا الجميع في حالة من عدم التصديق التام. ثم شن هجوما لا هوادة فيه، مسقطا خصومه واحدا تلو الآخر حتى سقطوا جميعا على الأرض. لم تبق سوى الساحرة واقفة التفت إليها، ولاحظ ماكوتو أنها كانت الأخيرة. لم تكن الساحرة مستعدة للاستسلام بسهولة، فلجأت إلى استخدام سحر الضوء الأرجواني، مستدعية صاعقة قوية، وأطلقتها نحو ماكوتو وهي تشعر بموجة من الفخر والرضا. قالت له إنه مهما كان سريعا فلن يتمكن أبدا من تفادي هجومها، ولكن عندما رأته ينهض مرة أخرى وكأن شيئا لم يحدث استولى عليها الخوف. سألته من هو حقا، غير قادرة على فهم ما يحدث أمامها. حاولت ضربه مرة أخرى بصاعقة أخرى بنفس القوة، لكن ماكوتو لم يتراجع. هجم عليها غاضبا، مدركة أنه يقترب منها. حاولت الفرار، لكن ماكوتو أخبرها أنه لن يدعها تهرب. بعد مرور بعض الوقت شوهد ماكوتو وقد ربط جميع خصومه وعلقهم على أغصان الأشجار، ثم أخذ بعض ملابسهم بما في ذلك زي الساحرة، شاعرا بالرضا. عندما وجد ملابس تناسبه تماما نظر إلى الأسرى قبل المغادرة وأخبرهم أنه أبقى على حياتهم، لذا يجب ألا يعترضوا طريقه مرة أخرى. عاد إلى أخته التي كانت لا تزال نائمة، لكنها استيقظت عند شعورها بوجوده. اعتذر لإيقاظها فطمأنته بأنه لا داعي للاعتذار، قائلة إنها بخير. ثم سألته من أين حصل على الملابس التي يرتديها. لم يرغب في إخافتها أو كشف الحقيقة، فقال ماكوتو ببساطة إن بعض الأشخاص الطيبين أعطوه الملابس. صدقته ماينوري وشعرت بالسعادة من أجله، لكن فرحتها زادت أكثر عندما أخبرها أنه أحضر لها بعض الملابس أيضا. بعد استلام الملابس وقفت مينوري على مسافة لتغيير ملابسها، بينما أدار ماكوتو ظهره ليمنحها الخصوصية. ثم أبلغها أنه بمجرد أن تكون جاهزة يجب عليهما المغادرة والابتعاد أكثر. وبذلك استأنف ماكوتو ومينوري رحلتهما حاملين الأسلحة والمؤني التي أخذوها من المهاجمين، سارا لمسافة طويلة. وفكر ماكوتو في نفسه أنه كلما ابتعدا عن أعدائهما زادت فرصهما في البقاء على قيد الحياة. في النهاية وصلا إلى شلال، وبحلول ذلك الوقت كان الإرهاق قد نال منهما. اقترح ماكوتو أن يأخذ استراحة قصيرة هناك، جلسا بالقرب من الشلال وأشعل نارا للتدفئة. ثم فتح ماكوتو الحقيبة التي أخذها معه ووجد بعض الطعام بداخلها. أشرقت عين مينوري فرحا عندما رأت بعض الحلوى، أعطاها ماكوتو إياها وشكرته بسعادة. بينما كان يأكلان معا تفقد ماكوتو الأشياء التي حصل عليها من مهاجميهم، بعض الأسلحة وأدوات الطوارئ، لكنه لم يجد أي معلومات مفيدة بينها. لهذا السبب أخبر مينوري أنه سيحتاج إلى العودة إلى المدينة لجمع أي معلومات قد تساعدهما. استعد للمغادرة، موضحا أنه يحتاج أيضا إلى العثور على المزيد من الطعام ليكفيهم لفترة. قبل المغادرة أمر مينوري بالبقاء مختبئة جيدا، وأكدت له أنها ستفعل كما طلب. ينتقل المشهد بعد ذلك إلى وصول ماكوتو إلى المدينة، حيث انبهر بكل شيء حوله. شق طريقه إلى السوق حيث باع بعض المعدات التي حصل عليها. تفاجأ بسرور عندما وجد أن قيمتها كانت أعلى بكثير مما توقع. بعد ذلك دخل متجرا لشراء ما يحتاجه، شاعرا بالارتياح لأن لديه الآن ما يكفي من المال لإطعام أخته بشكل لائق. بمجرد أن انتهى من التسوق جلس في الشارع يفكر في خطوته التالية. اتجهت أفكاره نحو أعضاء النقابة، وأدرك أن تارو كان مجرد أداة في أيديهم، بينما الوحوش الحقيقيون هم الآخرون. إذا أراد الانتقام منهم وجعلهم يعانون كما عانى هو وأخته، كان عليه أولا أن يكشف نقاط ضعف كل منهم. فجأة بينما كان ماكوتو يجلس غارقا في التفكير، لمح منطادا يحلق فوق المدينة.
يبث نقلا حيا لهاروتو وفريقه. استمع إليهم وهم يعلنون وفاة تارو، وصفين إياه بالرفيق المهم والداعم الحكيم، مدعين أنه مات بعد تعرضه لتعذيب وحشي. ثم عرضوا صورة لتارو، متعهدين بأنهم لن يرتاحوا حتى يتم تقديم المسؤولين عن مقتله إلى العدالة. عندما علم الجمهور أن تارو قد عذب وقتل، انتشرت موجة من الغضب لأنه كان محبوبا من قبل الكثيرين. ثم كشف هاروتو عن صور لماكوتو ومينوري، معلنا أنهما المجرمان اللذان قتلا تارو، مع كتابة اسمهما تحت كل صورة. في تلك اللحظة أدرك ماكوتو أن الأشخاص الذين هاجموه في الغابة كانوا بالفعل يعملون تحت إمرة هاروتو وفريقه. ثم وجه هاروتو رسالة مباشرة إليه، سائلا إياه عما إذا كان يشاهد، موضحا لماكوتو إنه لن يتمكن أبدا من الهروب بغض النظر عن المكان الذي يركض إليه، وأنه سيعاقب على ما فعله. انفجر الحشد هتافا لهاروتو مطالبين بالثأر لبطلهم الذي سقط، وهناك جلس ماكوتو بينهم يشاهد بصمة كل شيء يتكشف. من خلال أفعال هاروتو فهم ماكوتو إنه كان يحاول فقط التستر على وجرائم فريقه، مستخدما هذا الخداع المتقن للتلاعب بالجمهور. اجتاح الغضب ماكوتو هو يشاهد، متوعدا بأنه سيكشف حقيقة هاروتو ويدمره تماما. مرت 6 أيام منذ اختفاء ماكوتو وماينوري، وكان هاروتو وفريقه مجتمعين في المشهد وهم قلقون للغاية. كان هناك رجل مقيد، بينما كان شيكارا يضربه بلا رحمة، معاقبا إياه لفشله في تقديم أي معلومات مفيدة عن مكان الشقيقين، مما يشير إلى أنهم استأجروه لتعقبهما. وقفت الساحرة آية ملاحظة أن مستويات فريقهم قد زادت بشكل كبير، مما قد يجعل المرتزقة مثله غير ضروريين في المستقبل. لكن شيء جلس بقلق، وكان قلقه المتزايد واضحا خوفا من أن أفعالهم ستنكشف للعالم في النهاية، مما يؤدي إلى سقوطهم. لكن هاروتو طمأن قائلا إنه لا يوجد ما يدعو للقلق، ثم أوضح أنهم اتخذوا بالفعل الإجراءات اللازمة لمنع حدوث فضيحة عن طريق إلقاء كل اللوم على الشقيقين واتهامهما بقتل تارو. ليس هذا فحسب، بل وضعوا أيضا مكافأة قدرها 500 مليون على رأسيهما، لضمان ألا يصدق أحد كلمة يقولانها، لأنهما الآن مجرمان في نظر العالم. لكن شيكارا رد بغضب على آية، سائلا إياها إذا كانت تقصد أنه يجب عليهم التخلي عن مطاردة الشقيقين بعد ما فعلاه باتارو. أوضحت بسرعة أنها لم تقصد ذلك، لكن غضب شيكارا اشتد أكثر، حيث أعلن أنهما عذبا رفيقهما تارو بأبشع الطرق، وأنه لن يغفر لهما ذلك أبدا. في تلك اللحظة اتضح أن العديد من الأفراد الآخرين كانوا مقيدين وموجودين في الغرفة. فاض غضب شيكارا دموعا، وهو يقسم أنه لن يرتاح حتى يقبضوا على الشقيقين مرة أخرى، ويجعلهما يعانيان مصيرا أسوأ بكثير من أي شيء عانياه من قبل. حاولت آية تهدئته، مؤكدة له أنها تتفهم مشاعره، موضحة أن تارو كان الأضعف بينهم ولهذا السبب تم استهدافه. لكن شيكارا ازداد غضبا، مطالبا إياها بعدم التحدث بسوء عن تارو. ردا على ذلك استخدمت آية سحرها لتقييده بالسلاسل، وأمرته على الفور بالهدوء، ثم صرحت بأنها لا تعتقد أن الشقيقين يشكلان أي تهديد حقيقي لهم. لكن شيكارا اختلف بشدة، صائحا أن الأمر لا يتعلق بما إذا كان يشكلان تهديدا، بل بما فعلاه بتارو. في تلك اللحظة تدخل هاروتو محاولا نزع فتيل الموقف وأمرهما بالتوقف عن الشجار، ثم أشاروا إلى أن الرسالة المكتوبة بالدم على جدران الزنزانة كانت تقول بوضوح سأقتلكم جميعا، مما يعني أن كل واحد منهم أصبح الآن هدفا. على الرغم من ذلك طمأنهم بأنه لا داعي للقلق، لأن الشقيقين سيظهران في النهاية لتحقيق هدفهما، وأضاف كذلك أن العالم كله يدعمهما الآن. وبعد أن نشروا صور الشقيقين وأصدروا مكافأة ضخمة، فإن أي أخبار عنهما ستصلهم على الفور إذا رآهما أحد. وافق شيكارا على مضض، معترفا بأن ما قاله هاروتو كان صحيحا، لكن قبل أن يتمكن من المتابعة قاطعه هاروتو، مؤكدا أن القلق والخوف من الأسوأ لن يفيدهما بشيء. ذكره بأنهم أبطال العالم،
وأن أولويتهما الآن يجب أن تكون الاستعداد لهزيمة ملك شياطين آخر. ثم اختتم بالقول إنه من الأفضل للجميع أن يهدؤوا وينهوا هذا النقاش لأنهم جميعا مرهقون بعد كل ما مروا به في الأيام القليلة الماضية. أصر على أنهم يجب أن يرتاحوا الآن ويستأنفوا عملهم لاحقا، ولكن على الرغم من ذلك ظل شيكارا مضطربا غير قادر على التفكير في أي شيء سوى رغبته الجامحة في الانتقام من ماكوتو وماينوري مهما حدث. سيجد طريقة لجعلهما يدفعان الثمن. ينتقل المشهد إلى ماكوتو وماينوري الذين لا يزالان بالقرب من الشلال. عندما يستيقظان يسأل ماكوتو مينوري إذا نامت جيدا. تضحك وتخبره أنها حظيت بنوم رائع بفضل تعويذة الوهم التي تجدها رائعة، مضيفة أنها تمكنت من الراحة دون أن تراودها أي كوابيس. يرد ماكوتو بأن هذا جيد جدا، وبما أنهما استراحا جيدا فعليهما المغادرة الآن. البقاء في مكان واحد لفترة طويلة قد يؤدي إلى القبض عليهما. ثم تشير مينوري إلى أنهما مطلوبان الآن كمجرمين وإذا تم القبض عليهما، لكن ماكوتو يقاطعها طالبا منها ألا تقلق بشأن أي شيء. ثم يخرج قناعا من حقيبته موضحا أنه إذا ارتدي هذين القناعين فسيتمكنان من إخفاء وجهيهما مع الحفاظ على رؤية واضحة. يرتدي كلاهما القناعين وتعلق مينوري بأنهما مفيدان بالفعل، مشيرة إلى أنه بهذه الطريقة لن يتمكن أحد من التعرف عليهما حتى لو كان محاطين بالأعداء. ثم ينهض ماكوتو ويخبرها أنه يجب عليهما التحرك، لكن مينوري تسأل إذا كان لديهما وجهة محددة في الاعتبار. يجيب ماكوتو بأن لديهما الزنزانة. يكشف أن الزنزانة عالم منفصل مخفي خلف بوابة ومختلف عن العالم الحقيقي. قوانين العالم الحقيقي لا تنطبق على من يعيشون فيه. بالإضافة إلى ذلك لا يسمح للناس العاديين بالدخول، حيث تعرف الزنزانة بتضاريسها الغادرة مما يجعلها مكانا مثاليا للاختباء. أخيرا يوصلان إلى وجهتهما المقصودة داخل الزنزانة. يذكر ماكوتو أنه وفقا لدليل الزنزانة فإن مستنقع السموم يقع في أعلى قمة الجبل الذي يقف أمامهما. هذا المكان سيء السمعة لخطورته الشديدة، ولهذا السبب نادرا ما يدخله الصيادون. يعتقد ماكوتو أنه سيكون قاعدة مناسبة لهما. يصعدان السلالم المؤدية إلى البوابة التي تفصل العالم الحقيقي عن الزنزانة. يطمئن ماكوتو مينوري واعدا إياها بأنه مهما حدث سيكون دائما بجانبها، ثم يأخذ بيدها ويعبران البوابة معا. يعبران بأمان، وعندما ترى مينوري المكان تسحرها بجماله الغريب، لكن ماكوتو يخبرها بسرعة أن كل شيء حولهما مشبع بالسموم القاتلة. يوضح كذلك أنهما الوحيدان اللذان يمكنهما بأمان دخول هذه المنطقة، ويذكرها بأن تظل يقظة باستمرار. ويشير أيضا إلى أنه بينما نادرا ما يغامر الصيادون بالدخول إلى هذه المنطقة، إذا كان أحدهم يمتلك مناعة سحرية ضد السموم فيمكنه تعقبهما بسهولة. يبدأ ماكوتو في تجهيز قاعدتهما ويخطو على العشب تحت قدميه، ولكن في اللحظة التي يفعل فيها ذلك تتفتح زهرة مغلقة مطلقة بذورا سامة نحو وجهه. يحذر مينوري بسرعة ويشرح ما حدث للتو، توافقه على تقييمه، وتؤكد على أنهما بحاجة إلى توخي الحذر الشديد. لكن فجأة ينتشر الخوف على وجه مينوري وهي تلمح شيئا مرعبا. تشير لماكوتو ليراه بنفسه. عندما يلتفت ماكوتو في الاتجاه الذي تشير إليه يصدم لرؤية وحوش ضخمة تقف أمامهم مباشرة. يخبر مينوري بسرعة ألا تقلق، ويؤكد لها أنه سيتعامل مع المخلوقات بنفسه. ولكن في تلك اللحظة يطلق أحد الوحوش زئيرا مدويا ويبدو مستعدا للهجوم. يتحرك ماكوتو بسرعة ليضرب أولا مبعدا إياه عن أخته. ينجح في هزيمة الوحش الأول، ثم يقف بجانب مينوري مطمئنا إياها بأنه يستطيع التعامل مع هذه المخلوقات الآن بعد أن قضى على واحد. ولكن في تلك اللحظة ينصب الوحش الثاني كمينا له ويبتلعه بالكامل في ثانية واحدة. تترك مينوري في صدمة تامة وهي تشاهد نصف جسد أخيها يختفي، مع بقاء النصف الآخر فقط واقفا أمامها.
ولكن بعد لحظات يبدأ جسد ماكوتو في إعادة بناء نفسه، عائدا إلى حالته الطبيعية مرة أخرى، ثم يحاول شن هجوم مضاد على الوحش الذي ابتلعه، لكنه يدرك بسرعة أن وحوش الزنزانة تمتلك مستوى من القوة والسرعة لا مثيل له في أي شيء نواجهه من قبل. بعد عدة محاولات يتوقف ماكوتو ليفكر في أن هذا الوحش مختلف تماما وأقوى بكثير من أي شيء واجهه من قبل، سواء مع تارو أو وحشه الكاميرا. في تلك اللحظة تبدأ مينوري في استخدام قدراتها السحرية لمنع المخلوق من إيذاء أخيها الأكبر. بعد ذلك يشعر ماكوتو بموجة من القوة بداخله، متسائلا عما إذا كان سحر أخته قد عزز جسده بطريقة ما. لكن الجزء الأكثر غرابة هو أنه يلاحظ يده المقطوعة التي سقطت على الأرض تتحرك من تلقاء نفسها. يحدق بها في صدمة، لكنه في نفس الوقت يشعر بإحساس غريب في يديه وقدميه، متسائلا عما إذا كان هذا. لتأكيد شكه يقف أمام الوحش ويصدر أمرا بالتحرك. لدهشته تستجيب اليد المقطوعة على الأرض لأمره، زاحفة نحو فم الوحش وتفتحه عنوة دون أن يفعل ماكوتو أي شيء جسديا بنفسه. مستغلا الفرصة يجمع ماكوتو كل قوته ويسدد ضربة مدمرة داخل فم المخلوق المفتوح، ينجح في هزيمته. لكن بينما يقف هناك منهكا تسأله مينوري إذا كان بخير، يلهث ماكوتو ويطمئنها بأنه بخير وإن كان منهكا بعض الشيء، ومع ذلك يظل عقله مركزا على يده المقطوعة محاولا فهم ما حدث للتو، سرعان ما يدرك أن هذه قدرة جديدة. ثم يبدأ في التساؤل عما إذا كان قد اكتسب هذه المهارة بسبب سحر مينوري المعزز، لكن في النهاية يقرر أن هذه القوة المكتشفة حديثا ستكون ذات فائدة كبيرة لكلهما. ننتقل إلى مشهد جديد. فقد مر شهر منذ هروب ماكوتو ومينوري من نقابة باياكوران. ترى مجموعة من المحاربين يقاتلون وحوشا ضخمة تحوم حولهم، ثم يظهر شيكارا حاملا صخرة هائلة بينما يتقدم نحو الوحوش. بمجرد أن يقترب بما فيه الكفاية يقذف الحجر الضخم على أحد المخلوقات الطائرة، يصيب الوحش مباشرة مما يجعله يسقط على الأرض، ثم يهجم على وحش آخر ممسكا بجناحه بقوة هائلة، ينجح في إسقاطه أيضا مما يؤدي إلى زيادة مستواه على الفور. في تلك اللحظة يشاهد المحاربون المرافقون له في ذهول، ويعلق أحدهم بأن هذه القوة متوقعة من شيكارا لأنه يستطيع هزيمة هذه الوحوش بسهولة. يعترف آخر بأنهم لا يستطيعون أبدا تحقيق مثل هذا الإنجاز. لاحقا يشعلون نارا ويجلسون لتناول الطعام معا، لكن شيكارا يبدو غارقا في التفكير، عقله مشغول بمكان الشقيقين الذين اختفيا. يطمئنه أحد المحاربين قائلا إنه لا داعي للاستعجال، حيث تشير الشائعات إلى أن كل صياد يبحث عنهما بسبب المكافأة على رأسهما، مما يعني أنه سيتم العثور عليهما حتما. ثم محارب آخر يحول الحديث إلى شيء أكثر إثارة للاهتمام، ذاكرا أنه سمع من صديق عن رجل مقنع يقوم بأعمال مذهلة ويمتلك قوة هائلة، ويستمر قائلا إنه قبل يوم واحد فقط كان صديقه في طريقه إلى منطقة مستنقع السموم لتطهيرها من الوحوش. عندما لمح هذا الشخص الغامض وفقا له، قضى الرجل المقنع على أفعى مستنقع السموم بيديه العاريتين فقط دون استخدام أي أدوات أو أسلحة. يتفاعل شيكارا قائلا إن أفعى مستنقع السموم مصنفة كوحش من الرتبة، باسم قاتل لدرجة أنه يمكن أن يقتل فيلا جبليا. يرد رفيقه مؤكدا أنه لا يستطيع تخيل أي شخص آخر غير شيكارا نفسه قادرا على هزيمة مثل هذا المخلوق الفتاك. لكن شيكارا يجيب بأن العالم واسع، وليس من المستغرب وجود محاربين أقوياء آخرين لم يسمعوا عنهم بعد. ثم يعلن أنه إذا تمكن شخص ما حقا من قتل تلك الأفعى بيديه العاريتين فإنه بالتأكيد سيرغب في مقابلته. بدافع الفضول يسأل متى حدث هذا بالضبط، ويخبره رفيقه أنه حدث قبل 3 أيام. ثم يخمن شيكارا أن هذا الشخص قد لا يزال في المنطقة، لكن رفيقه يعرب عن قلقه،
محذرا من أن مستنقع السموم مكان سام وخطير للغاية وأنه يجب عليهم. قبل أن يتمكن من إنهاء جملته، يوجه شيكارا فجأة لكمة قوية مباشرة إلى وجهه، ثم يمسكه من ياقته ويعلن أنهم متجهون إلى مستنقع السموم. آمرا الجميع على الفور بالاستعداد للمغادرة، والحماس يلمع في عينيه، ويضيف أن هذا سيكون مثيرا. ننتقل بعد ذلك إلى مشهد جديد، عودة إلى مستنقع السموم. ماكوتو وماينوري هناك، لكن فجأة يشعر ماكوتو بحدوث شيء ما حولهم. تلتفت مينوري إليه وتسأل ما الذي يحدث، لكن ماكوتو لا يجيبها. بدلا من ذلك يقفز بسرعة على أقرب شجرة ليرى من وصل إلى المستنقع، شاعرا بوجود مقلق في المنطقة. بالفعل الطاقة التي يشعر بها مألوفة يعرفها جيدا. يدرك على الفور أن القادم الجديد هو شيكارا. ينزل ماكوتو بسرعة من الشجرة ويبلغ مينوري أنه سيواجهه، لكنها وهي تشعر بالخوف تتوسل إليه أن يبقى معها، ولكن كالعادة يطمئنها ماكوتو طالبا منها ألا تخاف أو تقلق، ومذكرا إياها بأن قوتهما قد نمت بشكل كبير منذ ذلك الحين. ثم يضيف أن هذه هي فرصتهما للانتقام منه. لا تزال مينوري قلقة وتتردد، مما يدفع ماكوتو لتذكيرها بأكبر ميزة لديه، أنه لا يمكن أن يموت، ثم تحثه على توخي الحذر، محذرة إياه من أن شيكارا لا يشبه تارو، فهو في مستوى مختلف تماما. قبل أن يغادر تلقي مينوري تعويذة تعزيز لتقويته أكثر. بمجرد أن تنتهي يتحرك ماكوتو بسرعة نحو شيكارا. عند وصوله إلى البوابة يختبئ خلف شجرة كبيرة لتجنب رؤيته، لكنه يلاحظ فجأة أن رؤيته أصبحت أكثر حدة. يلمح شيكارا وهو يدخل من مدخل مستنقع السموم، ويدرك أنه قريب جدا الآن، مما يعني أنه يستطيع الهروب بسهولة إذا لزم الأمر. يواصل ماكوتو المراقبة، آملا أن يتوغل شيكارا أعمق في المستنقع بعيدا عن المدخل، ولكن في تلك اللحظة يلمح خنزيرا بريا قريبا ويفكر في إدراجه في خطته. بعد ذلك نرى ماكوتو يجرح إصبعه بسكين مستخدما دمه كجزء من استراتيجيته. يقترب من الخنزير ويضغط بإصبعه النازف على جسده. في هذه المرحلة نفهم أنه يستخدم قدرة تنويم مغناطيسي تسمح له بإحداث هلاوس قصيرة المدى في هدفه عن طريق امتصاص جزء صغير من جسده. ينجح في السيطرة على الخنزير، مما يجعله يركض إلى الأمام، مما يدفع العديد من الخنازير الأخرى إلى اتباعه. سرعان ما يندفع قطيع من الخنازير نحو شيكارا ومجموعته. يبدو المحاربون المرافقون له مذعورين، لكن شيكارا يسخر منهم واصفا إياهم بالجبناء المرتعشين. ثم يعلن أن هذه الخنازير ليست أكثر من مجرد إحماء. يبدأ المقاتلون في مهاجمة الخنازير وصدها، لكن شيكارا ينتقد أداءهم معتبرا إياهم ضعفاء للغاية ويبحث عن تحد أكبر. بعد فترة قصيرة تمكنوا من القضاء على الخنازير. في تلك اللحظة يخبر شيكارا رجاله أنهم سيتوغلون أكثر في الداخل. يطلب أحدهم استراحة قصيرة أولا، مما يثير غضب شيكارا الذي يرفض الفكرة باعتبارها هراء. يحاول المحارب أن يشرح أنه يشعر بالتعب، لكنه فجأة يبدأ بالنزيف من عينيه ويلتقط أنفاسه بصعوبة. سرعان ما يدركون جميعا أن كل مقاتل في مجموعة شيكارا يعاني من نفس الأعراض، إرهاق شديد يسيطر عليهم دون سبب واضح. يصدم شيكارا لرؤية رجاله في هذه الحالة ويطالب بمعرفة ما حدث لهم، لكن في تلك اللحظة يشم رائحة غريبة عالقة في الهواء ويتعرف عليها على الفور على أنها سم قاتل، لكنه يشكك في ذلك لأن خنازير مستنقع السموم لا تصدر مثل هذه الرائحة حتى بعد الموت. بينما يحاول تحديد مصدر السم يقترب ماكوتو من الخلف. في اللحظة التي يشعر فيها شيكارا به يوجه ضربة مفاجئة وقوية ترسل ماكوتو طائرا إلى الخلف، ثم يلمح القناع الذي يغطي وجه ماكوتو ويدرك أنه الشخصية الغامضة من الشائعات. في تلك اللحظة يندفع ماكوتو نحوه بسكينه، يوجه ضربة سريعة غارسا النصل في يد شيكارا بسرعة لا تصدق، لكنه يؤخذ على حين غرة عندما يمسك شيكارا بيده المصابة بيده السليمة، ثم يوجه لكمة وحشية إلى ماكوتو
لكن هذا الهجوم يمنح ماكوتو أيضا فرصة للابتعاد مرة أخرى. يتفاجأ ماكوتو من رد فعل شيكارا، فبدلا من أن يغضب يعلق على هجوم ماكوتو بإعجاب، قائلا إن الشائعات عنه صحيحة بالفعل، إنه مقاتل قوي بشكل ملحوظ. على الرغم من إحباط ماكوتو وهجماته المتواصلة، يجد شيكارا يبتسم له معبرا عن إعجابه الحقيقي. يقف ماكوتو مصدوما من الطريقة التي يتعامل بها شيكارا معه والوضع. يواصل شيكارا حديثه قائلا إنه معجب بالأفراد الأقوياء على عكس الضعفاء الذين يحتقرهم تماما، ثم يشير إلى رفاقه الذين سقطوا على الأرض ويعلق بأنهم ماتوا ببساطة لأنهم كانوا ضعفاء، ويستطرد قائلا إنه يستشعر قوة ماكوتو الهائلة، ولهذا السبب يعرض عليه فرصة للانضمام إليه. يقترح أن يصبح ماكوتو جزءا من نقابة بياكوران، مغريا إياه بوعود الثروة والشرف وحتى النساء. يؤكد له شيكارا أنه إذا قبل فسيحصل على كل ما قد يرغب فيه، ثم يسأله عن رأيه مؤكدا أن هذا عرض لا يمكن رفضه. لكن ماكوتو يظل صامتا، لا يستجيب على الإطلاق، ولا يزال في حيرة من كلمات شيكارا وطريقة حديثه. ثم يتقدم شيكارا إلى الأمام ويضع قدمه فوق جثة أحد رفاقه الذين ماتوا مؤخرا، مكررا إيمانه بأنه يحب الأقوياء ولكنه يحتقر الضعفاء، ثم يركل الجثة بعيدا معلقا بأنه ظن يوما أنهم أقوياء بما فيه الكفاية، لكن اتضح أنه كان مخطئا وأن مجرد رؤيتهم الآن تثير غضبه. يستمع ماكوتو بينما يواصل شيكارا حديثه قائلا إنه لو علم هذا عنهم في وقت سابق لكان قد استخدمهم ببساطة كأكياس ملاكمة. في تلك اللحظة ذكريات ماضي شيكارا وتعذيبه الوحشي تطفو على السطح في ذهن ماكوتو، وبينما يراقب شيكارا وهو يركل رفاقه الذين سقطوا يسأله أخيرا لماذا يستمتع بتعذيب الضعفاء بهذه الطريقة. يجيب شيكارا بشكل عرضي وكأنه الأمر الأكثر طبيعية في العالم، قائلا إن الأمر ممتع ومسل. يضغط عليه ماكوتو المرتبك لمزيد من التوضيح، فيجيبه شيكارا بأن جميع الضعفاء يتصرفون بنفس الطريقة عندما يضربهم، ثم ينفجر في الضحك موضحا أنهم جميعا يتوسلون الرحمة ويناشدونه أن يرحمهم ويسخروا منهم أكثر. يصف كيف تتجعد وجوههم من الرعب وتعبيراتهم مليئة باليأس المطلق في تلك اللحظات الأخيرة، وهو ما يجعل الأمر أكثر متعة بالنسبة له. في تلك اللحظة بعد سماع كل هذا يصل غضب ماكوتو إلى ذروته ويندفع للأمام ليهاجمه عازما على الانتقام، لكن شيكارا يتفادى الضربة دون عناء ويمسك بذراع ماكوتو معلقا بأنها كانت هجمة جيدة، ويوافقه الرأي بأن الرجال يجب أن يتقاتلوا أولا. ثم يوضح أنه يعتبر هذا اختبارا للقوة بينهما. وردا على ذلك يوجه لكمة قوية إلى ماكوتو، لكن ماكوتو يتفادى الضرب بمهارة وينتهز الفرصة ليسحب سكينه ويطعن ذراع شيكارا بسرعة. يتراجع شيكارا بسرعة لكنه يعلق بأنه لم يكن لديه نية للسماح لماكوتو بالهروب، على أي حال معترفا بأنه قوي بالفعل. في تلك اللحظة يدرك ماكوتو أن شيكارا لم يكن ليتركه يذهب بهذه السهولة أبدا، لأنه في جوهره وحش. فجأة يهجم شيكارا على ماكوتو مرة أخرى مطلقا ضربته الساحقة المدمرة. كان تأثير الضربة مدمرا حيث أطاحت بماكوتو إلى الوراء بسرعة هائلة قاطعا مسافة كبيرة قبل أن يرتطم بشجرة ضخمة. وبينما يجلس مستندا إلى الشجرة يفكر في أن هذه هي أقوى ضربة تحملها على الإطلاق، ثم تخطر بباله فكرة ربما لم يكن شيكارا يستخدم قوته الكاملة حتى عندما هاجمه هو وأخته عندما كانا مسجونين. بعد لحظات يرى شيكارا يقترب منه ويسأله مندهشا كيف تمكن من تحمل مثل هذه الضربة، ثم يخبره شيكارا بأنه توقع هذا، معترفا بأنه استخدم 30% فقط من قوته الكاملة. يدرك ماكوتو الآن أن هذه الضربة المذهلة الأقوى التي واجهها على الإطلاق لم تكن حتى قريبة من إمكانات شيكارا الكاملة. ومما زاد الطين بلة عندما يلاحظ شيكارا السكين الذي لا يزال في قبضة ماكوتو، يمد يده إلى الأمام ويخبره أنه يمكنه استخدامه كيفما يشاء، ثم يضيف
أنه سيقبل أي هجوم يوجهه ماكوتو إليه مستعدا لإثبات من هو الأقوى حقا. ينهض ماكوتو بسرعة ويندفع إلى الأمام موجها طعنه مباشرة إلى بطن شيكارا، لكن السكين لا يترك حتى خدشا على جسده. يبتسم شيكارا بسخرية معلقا بأن ماكوتو لا بد أنه لم يشحذ سكينه، فشفرة بالية وباهتة كهذه لا يمكنها أن تخدشه بغض النظر عن مقدار القوة التي استخدمها. ثم يضيف أن ماكوتو لم يكن قادرا على إحداث أدنى إصابة، وهو ما يثبت فقط الفارق الشاسع في القوة بينهما، وأنه لن يتمكن أبدا من هزيمته. لكن ماكوتو يصرخ في وجهه ليصمت ويندفع إلى الأمام محاولا طعنه عدة مرات ولكن دون جدوى. ثم يخبره شيكارا أنه أول شخص يتحداه بمثل هذا الإصرار على الرغم من معرفته بمدى قوته. ثم يعترف بحماس أن إعجابه بماكوتو يزداد مع كل لحظة تمر، قبل أن يوجه له ركلة قوية أطاحت به الضربة ليرتطم ببركة من الوحل السام. يتنهد شيكارا شاعرا بالإحباط لأنه ترك حماسه يسيطر عليه، خاصة عندما يرى ماكوتو يغرق في السم وهو الآن على يقين من أنه مات. يستدير مبتعدا ويعلن أن الأمر قد انتهى وأنه كان يتوقع المزيد منه، لكنه فجأة يتفاجأ بسكين ينغرس في كتفه بينما كان يبتعد فيسحبه بسرعة. يشعر الآن بعدم الارتياح، فلا شك أن النصل قد أصبح مسموما بعد غوص ماكوتو في المستنقع السام. وما يصدمه أكثر هو رؤية ماكوتو ينهض مرة أخرى من الوحل فيتمتم غير مصدق بعد أن حطم جسده بهذه القوة. ها هو يقف مرة أخرى، وبشرته لم تتآكل حتى بعد غمره في المستنقع السام. في تلك اللحظة يصرخ في دهشة بأن ماكوتو ليس إنسانا عاديا، ثم تضربه فكرة مفاجئة: هل يمكن أن يكون هو؟ تثير هذه الفكرة غضبه ويزمجر نافيا أن يكون ذلك ممكنا، ثم يهجم على ماكوتو مطلقا وابلا من الهجمات التي لا هوادة فيها. لكن ماكوتو يتفاداها بمهارة متراجعا إلى الوراء محبطا من عدم قدرته على إصابته. يضرب شيكارا الأرض بقوة هائلة، قوة ضربته المطلقة تسبب انفجارا هائلا يهز المنطقة بأكملها. ومع انقشاع الغبار يظهر أن المحيط قد دمر بالكامل، بينما يقف شيكارا سالما وسط الحطام. لكنه سرعان ما يلاحظ قناع ماكوتو ملقى على الأرض بعد أن سقط بسبب الانفجار. ينفجر شيكارا في ضحك هستيري قبل أن يخاطب ماكوتو معلنا أنه قد تم التأكيد أخيرا، إنه هو حقا، لقد وجده أخيرا. يواصل حديثه ناظرا إلى ماكوتو الذي يقف أمامه يغلي من الغضب، مؤكدا أنه كان يبحث عنه طوال هذا الوقت. يضحك مرة أخرى معربا عن عدم تصديقه أن الرجل المقنع كان ماكوتو طوال الوقت، ثم يوضح أن سبب قدرة ماكوتو على تحمل هجماته ليس بسبب القوة الخام بل بسبب قدرة جسده على التجدد. ثم تتغير نبرته إلى نبرة غاضبة وهو يخبر ماكوتو أنه كان يطارده طوال هذا الوقت لأنه المسؤول عن موت تارو، وأنه كان يحلم باليوم الذي سينتقم فيه. ثم يعلن أنه لم يعد هناك أي حديث عن انضمام ماكوتو إليه أو أن يصبح حليفه كما اقترحوا سابقا عندما التقيا لأول مرة. تحترق عيناه بالكراهية والغضب وهو يحدق في ماكوتو قبل أن يعلن بشكل قاطع أنه سيقتله. ومع ذلك يظل ماكوتو واقفا ثابتا غير متأثر بكلماته، ثم يسأل عما إذا كان قتله هو حقا الشيء الوحيد الذي سيجلب له الرضا والسلام. وبشكل متحد يخبر شيكارا أن ما سيفعله به سيتجاوز مجرد الموت. يقف الاثنان وجها لوجه، تحدق أعينهما في تحد، وهو على يقين أنه سيكون هو المنتصر. ثم يشن شيكارا هجومه مندفعا إلى الأمام بنية القضاء على ماكوتو تماما. في تلك اللحظة يظل ماكوتو بلا حراك محدثا شقوقا في يديه، وبينما يفعل ذلك يصل إليه شيكارا قافزا عاليا في الهواء قبل أن يهبط أمامه صارخا بأنه لن يسمح له بالهروب بسبب سرعة شيكارا وقوته الهائلة. يكون الاصطدام بينهما مدمرا أشبه بانفجار آخر، لكن عندما ينظر شيكارا إلى الأمام لم يعد ماكوتو في المكان الذي كان يقف فيه، بل يراه يندفع نحوه من مسافة بعيدة.
ثم يتسارع ماكوتو بسرعة لا تصدق، قافزا عاليا في الهواء قبل أن يهوي نحو شيكارا موجها لكمة مباشرة إلى وجهه بكل قوته. لكن بالنسبة لشيكارا الهجوم لا يكاد يذكر. يضحك ويسأل عما إذا كان هذا حقا أفضل ما يمكن لماكوتو فعله، ثم دون تردد يرد بلكمة مدمرة على وجه ماكوتو، مؤكدا أن هذه هي الضربة الحقيقية بعد توجيه الضربة القوية. يحدق في ماكوتو ويكرر بتأكيد: هذا هو الشعور بالقوة الحقيقية. ماكوتو في حالة يرثى لها، مما يدفع شيكارا إلى النظر إليه باستفهام قبل أن يسأل لماذا يرتجف جسده، ثم ينفجر في الضحك، مؤكدا أن ماكوتو يرتجف بالفعل وأن خوفه لا بد أنه متجذر بعمق فيه. يحاول ماكوتو التحرك، لكن شيكارا يواصل السخرية منه قائلا إن الخوف ليس شيئا يزول بسهولة. ثم يسأله عما إذا كان ماكوتو لا يزال يتذكر الرعب الذي شعر به عندما كان يعذب في غرفة الاستجواب. في تلك اللحظة يتضح أن يد ماكوتو المقطوعة موضوعة خلف شيكارا، وأن ماكوتو كان يركز على موقعها طوال الوقت، ثم يقرر تحريكها، وبمجرد أن يفعل تبدأ يده في الزحف على الأرض حتى تصل إلى خلف شيكارا وتتشبث باليد التي كان على وشك أن يضرب بها ماكوتو. يحاول شيكارا غاضب التخلص منها صارخا بأنه كان يعلم أنه لا بد من وجود خدعة وراء هذه الحركة، ثم يقترب من ماكوتو متحديا إياه ويسأله إن كان يعتقد حقا أنه يستطيع هزيمته بمثل هذه الحيلة التافهة، ثم يوجه ركلة قوية إلى بطن ماكوتو قبل أن يضحك مرة أخرى ويقول إن لديه سؤالا له، يسأله كيف تمكن من أن يصبح بهذه القوة في مثل هذه الفترة القصيرة. عندما لا يجيب ماكوتو يخبره شيكارا أنه بما أنه يرفض الإجابة فسيواصل ضربه حتى يفعل، ثم يركل رأسه قبل أن يدوس عليه، مضيفا أنه بما أن ماكوتو هنا فلا بد أن أخته ليست بعيدة أيضا. في تلك اللحظة يتذكر ماكوتو كل العذاب الذي تحملته أخته على يدي شيكارا بينما يواصل الأخير حديثه، قائلا إنه بمجرد أن ينتهي من اللعب معه سيذهب للبحث عنها ذكر أخته، بالإضافة إلى الذكريات المؤلمة التي تغمر عقله. يتسبب في تصاعد غضب ماكوتو بشكل لا يمكن السيطرة عليه، لكن شيكارا لا يظهر أي رحمة ويواصل ضربه بينما هو ملقى تحت قدميه، ثم يفكر في تقييده بشيء قبل أن تتاح له الفرصة لإعادة بناء جسده مرة أخرى. يبدأ في مسح المنطقة بحثا عن شيء لربطه به، لكن عندما ينظر إلى ماكوتو مرة أخرى يجد أنه لم يعد هناك. في تلك اللحظة يظهر ماكوتو خلف شيكارا دون أن يلاحظه بعد أن أعاد بناء جسده بالكامل، ويدرك أن قدرة ماكوتو على إعادة بناء الجسد أصبحت أسرع بكثير مما كانت عليه خلال مواجهتهما السابقة. بينما يستوعب مدى تحسن ماكوتو يتفاجأ عندما يختفي ماكوتو من أمام عينيه. في اللحظة التي يفهم فيها ما حدث يظهر ماكوتو مرة أخرى بجانبه وينقض عليه بكامل قوته محاولا توجيه ضربة حاسمة، لكن القوة البدنية لشيكارا تفوق قوته بكثير مما يسمح له بصد الهجوم وإسقاط ماكوتو بضربة وحشية، ثم يخبره أنه على الرغم من أنه أصبح أسرع بالفعل فإن سرعته لا معنى لها أمام قوته الساحقة، ثم يهجم على ماكوتو ويبتر كلتا ذراعيه مستهزئا به ومتسائلا عما إذا كانت قدرته على إعادة بناء الجسد ستخذله هذه المرة، ويتساءل إلى متى يمكنه الاستمرار في مثل هذا الدفاع المثير للشفقة. ثم يرى ماكوتو ملقى على الأرض وكلتا ذراعيه مفقودتان، يسخر منه شيكارا معلنا أن كل ما يفعله هو إعادة بناء جسده والدفاع عن نفسه بلا وعي، معترفا بأنه لم يتوقع أبدا أن يكون بهذه الحماقة. ولكن بعد ذلك يلاحظ ماكوتو جالسا هناك بابتسامة مما يدفعه إلى السؤال في حيرة عما يجده مضحكا. في تلك اللحظة يفاجئه ماكوتو ويزيد من غضبه أكثر بقول أنه كان يفكر في نفس الشيء وأنه مرتاح لمعرفة أن شيكارا ليس أكثر من مجرد أحمق يفتقر إلى الذكاء. في تلك اللحظة ترى جميع الأذرع المقطوعة من جسد ماكوتو وهي تتجمع حول شيكارا، ويأمرها ماكوتو بالتحرك
يفاجأ شيكارا عندما تهاجمه الأذرع جميعها في وقت واحد، لكنه يسخر متسائلا عما إذا كان ماكوتو يعتقد حقا أن هجوما كهذا يمكن أن يؤثر فيه، لكنه سرعان ما يدرك أن الأذرع تضربه بقوة هائلة وأنه غير قادر على التخلص منها. يصرخ في صدمة متسائلا عن مصدر هذه القوة وكيف لشخص كان يرتجف أمامه قبل لحظات أن يصل إلى هذه القوة الآن. يجيبه ماكوتو قائلا له إنه بينما الخوف محفور بالفعل في كيانه، فقد نما حتى تحول إلى كراهية خالصة تجاههم. في تلك اللحظة يستهلك الغضب والكراهية ماكوتو تماما، مما يمنحه قوة تتجاوز حدوده المعتادة. يوجه ضربة مدمرة لشيكارا. نتيجة لهذه الضربة يتمكن ماكوتو من بتر ذراع شيكارا، مما يجعله يصرخ من الألم والصدمة. يقف أمامه بثقة لا تتزعزع، ويعلن ماكوتو أنهما الآن في منافسة على القوة. يصرخ شيكارا الذي غمره الألم والغضب في وجه ماكوتو متوعدا بضربه حتى لا يصبح أكثر من كيس ملاكمة، رافعا صوته يحذر ماكوتو من أن يغتر بنفسه ويعتقد أنه أصبح شيئا جديرا بالذكر، ثم يهجم عليه في حالة من الهياج، عازما على سحقه وتمزيقه إلى قطع صغيرة حتى لا يتمكن أبدا من إعادة بناء جسده مرة أخرى. ولكن في تلك اللحظة يأمر ماكوتو كل أذرعه المبتورة بالالتحام لتندمج معا في طرف ضخم هائل. مستخدما هذه الذراع العملاقة يوجه ضربة قوية ليد شيكارا المتبقية، منتزعا منه صرخة ألم أخرى. سرعان ما يتضح أن يده الثانية قد قطعت أيضا، مما يدفع ماكوتو إلى سؤاله عن شعوره الآن، وكيف هو شعور الخسارة في هذه المنافسة على القوة. ويستمر متسائلا عما إذا كان يشعر بالألم أو الكراهية قبل أن يخبره بأن الخوف الذي تحملوه جميعا أثناء سجنهم وتعذيبهم سينحت الآن في جسده. ينتقل المشهد إلى مكان جديد حيث مر أسبوع على المعركة. يسأل هاروتو سيا عن استعداداتهم للمعركة القادمة للقضاء على ملك الشياطين الثاني. يجيب سيا بأنهم على وشك الانتهاء من استعداداتهم وأنهم كانوا يدفعون أنفسهم بقوة أكبر تخليدا لذكرى تارو. فجأة يسأل هاروتو من هو تارو طالبا تذكيرا. يصعق سيا من كلماته ويسأله كيف يمكنه قول شيء كهذا. يقف هاروتو ساكنا للحظة متأملا في الاسم قبل أن يكرره، قائلا أنه يتذكره، ثم يضحك ويخبر سيا أنه كان يمزح فقط. ومع ذلك يحذره سيا من المزاح في مثل هذه الأمور مرة أخرى، قائلا إن الأمر ليس مضحكا حتى لو كان مزحا. يعتذر هاروتو ويواصلان طريقهما. لاحقا يذكر سيا لهاروتو أنه لم يرى شيكارا منذ فترة. يجيب هاروتو بأن شيكارا على الأرجح بالخارج يبحث عن الأخوين الخالدين، ثم يضيف أن شيكارا كان يعتبرهما دائما أكياس ملاكمة جيدة كما يعلم جيدا. يوافق سيا مؤكدا حقيقة كلماته. يطمئنه هاروتو بألا يقلق، قائلا إن شيكارا سيجد بالتأكيد طريقة لاستعادتهما. يعترف سيا بهذه الإمكانية، لكن يعرب بعد ذلك عن اعتقاده بأنهما كانا سبب معاناته، ويعلن أنهما عندما يعودان سيقتلهما. في تلك اللحظة يأتي رجل يركض نحوهما مناديا عليهما. يسأله سيا ما الذي حدث ليجعله يركض هكذا. يجيب الرجل بأن طردا قد وصل إليهم، مؤكدا بانفعال شديد أنه ليس طردا عاديا. يزداد سيا وهاروتو حيرة ويتبعانه بسرعة لرؤية محتوياته. عندما يصلان يسأل سيا آية عما حدث، تجيبه بسؤال من عندها متفاجئة من استفساره قبل أن تشير إلى الصندوق وتخبرهم أن هذا هو ما حدث. عندما ينظر سيا إلى الداخل يجد يدي شيكارا مع إحدى عينيه فيرتجف. يشهق في صدمة صارخا بأن هذا الوشم. يدرك الجميع بسرعة أن اليدين بالفعل تعودان لشيكارا. لاحقا يجتمع الثلاثة بمفردهم ولا يزالون في صدمة كاملة. والصندوق الذي يحتوي على ذراعي شيكارا المقطوعتين أمامهم. تلقي آية تعويذة سحرية لتحديد ما إذا كانت الذراعان حقيقيتين.
وهما. عندما تنتهي التعويذة تؤكد أنهما ليستا مزيفتين وأنهما تعودان حقا لشيكارم. هذا الكشف يشعل غضب سيا، ثم تعلق آية بأنه نظرا لقوة شيكار المعروفة سيكون من الصعب للغاية على أي شخص هزيمته، متسائلة من الذي يمكن أن يكون قد فعل هذا به. يجيب هاروتو بأن من فعل ذلك لم يكتف بقطع ذراعي شيكارم، بل أرسلهما إليهم عمدا، مما يعني أنهم يحملون ضغينة هائلة. ثم يضيف أنه بما أن شيكارا كان يبحث عن الأخوين الخالدين، فيجب عليهم التفكير في احتمال أنهما كانا هما المسؤولان. لكن سيا يرفض هذه الفكرة، مصرا على أن هذين الاثنين لا يمكنهما أبدا هزيمة شيكارا. يجيب هاروتو بأن شكوكه كانت تراوده منذ أن تمكن من القضاء على تارو، ويوضح كذلك أنه على الرغم من أن تارو ربما كان أضعف مقاتل في فريقهم، إلا أنه كان لا يزال أقوى من معظم صياديهم من المستوى المتوسط، ومع ذلك هزم تارو. والآن شيكارا أحد أقوى المحاربين في العالم، قد تم القضاء عليه أيضا. كلاهما أصبح أقوى مما كان عليه من قبل. يعترض سيا قائلا إنه حتى لو كان هذا صحيحا فمن المستحيل أن يكون قد أصبحا قويين بما يكفي لقتل شيكارا في مثل هذا الوقت القصير. ثم يسأله هاروتو كيف أصبح فريقهم قويا جدا. يجيب سيا بأنهم يعرفون السبب بالفعل، ثم يضيف أنهم استمروا في قتل الأختين، مما سمح لمستوياتهم بالارتفاع في كل مرة. في تلك اللحظة يدرك لماذا سأله هاروتو هذا السؤال ويعرب عن عدم تصديقه، قائلا إن ذلك مستحيل. يواصل هاروتو شرح أن مستوياتهم ترتفع عندما يهزمون خصوما رفيع المستوى لأنهم يكتسبون نقاط خبرة إضافية، ثم يؤكد أنهم على الأرجح قتلوا بعضهم البعض مرارا وتكرارا رغبة منهم في رفع مستواهم بأسرع ما يمكن. يفكر سيا في كلماته ويتذكر ما حدث لتارو وشيكارا، مدركا أن هذا التفسير منطقي في الواقع. ثم يوضح هاروتو أكثر شارحا لسيا وآيان أن الأختين استمرتا في رفع مستوياتهما حتى وصلتا إلى النقطة التي يمكنهما فيها السعي للانتقام منهم. يزداد توتر سيا ويرفض تصديق ذلك، مما يدفع آية للتدخل في محاولة لتهدئتهما. تعرب عن حزنها لما حدث لشيكارا، لكنها تصر على أنهم يجب أن يركزوا على ما يجب فعله بعد ذلك. ثم تتحرك خلف سيا وتخبره بأنها ألقت تعويذة لتهدئة عقله حتى يتمكن من الاسترخاء، وتبدأ في تفعيل السحر. يشكرها سيا، ثم يقف ويخبرهم بأنه سيمضي قدما في قراره قبل مغادرة الغرفة بعد رحيله. يعتذر هاروتو لآية ويطلب منها أن تتركه بمفرده لبعض الوقت، متفهم طلبه. تغادر. بمجرد أن تذهب يقترب هاروتو من الصندوق ويفتحه محدقا في يد شيكارا المقطوعة باشمئزاز، يسخر متسائلا بسخرية عما إذا كانت الأختان تعتقدان حقا أنهما تستطيعان إخافتهم بشيء كهذا. ثم يرفع الصندوق ويعلق بأن إرسال مثل هذه القمامة في محاولة لتخويفهم ليس سوى وهم، قبل أن يفرغ محتوياته في القمامة. يعترف بأن قدرتهما على هزيمة شيكارا مثيرة للإعجاب، لكنه يصفهما بالحمقى. ثم يلاحظ العين التي كانت داخل الصندوق ملقاة الآن على الأرض دون تردد، يسحقها تحت قدمه. ثم يكشف أن هذه العين لم تكن لشيكارا، بل كانت عين ماكوتو التي كان يستخدمها للتجسس على النقابة ومراقبة ردود أفعالهم. يرى ماكوتو واقفا على سطح مبنى يراقب قاعدة النقابة من خلال عينه المسحورة، لكنه يدرك أنه يجب عليه العودة إلى مينوري لأنه قلق عليها. ويفكر أيضا في أن إرسال الطرد كان مجرد ذريعة مناسبة للمجيء إلى المدينة وشراء الإمدادات لهما. على الرغم من مناعته ضد السموم، إلا أن الطعام في المستنقع ليس مثاليا. بعد ذلك يذهب للتسوق، بينما يلاحظ أن ملابسه قد سحرت، فإذا تمزقت أو تلفت فإنها تصلح نفسها تلقائيا. كما يشتري بعض الدم الجميلة ليهديها لمينوري لإسعادها، خاصة وأنه تركها بمفردها لفترة طويلة. يرى ماكوتو وهو يتحرك عبر المدينة من سطح إلى آخر متجنبا اكتشافه من قبل أي صياد، ومع ذلك أثناء قيامه بذلك يلاحظ مجموعة منهم في الشوارع بالأسفل.
يدرك بسرعة أنهم يطاردون شخصا ما. يبدو أنها فتاة صغيرة، ويتعرف على أن هذا الشارع يقع تحت سيطرة نقابة بياكوران. يفكر في البداية في البقاء بعيدا عن الأمر، ولكن بينما يراقب الصيادين وهم يقتربون من الفتاة على وشك الإمساك بها، ومع اقتراب الصيادين أكثر يسخرون منها قائلين إنه لم يعد لديها مكان للهروب. غير قادر على تجاهل الموقف أكثر، يهبط ماكوتو فجأة من الأعلى معلنا أنه يمقت المتنمرين. يطالب أحد الصيادين بالكشف عن هويته، لكن ماكوتو لا يجيب. يشن هجوما ببساطة ويطرحهم أرضا، ثم يلتفت إلى الفتاة ويخبرها بأنه لا بد من وجود سبب لملاحقتهم لها، لذا يجب عليها أن تهرب بينما لديها الفرصة. لكن الفتاة لا تستجيب أو تقوم بأي حركة للهروب. بدافع الفضول يقترب ليرى وجهها، وفي اللحظة التي يتعرف عليها يسألها في دهشة عما تفعله هنا.